يا جماعة، كل يوم عاملين إذاعة. النهاردة بقى جايبة لكم سر من أسرار ستات زمان. بتاعة القرص دي طعمها خرافة، بتدوب كده في البق دوب. من أول ريحتها وهي في الفرن هتحس إنك راجعة الأيام زمان. تعالوا مع بعض نشوف أنا عملتها إزاي بطريقة سهلة جدا جدا والنتيجة تحفة. اول حاجه معايا معلقه كبيره من اليانسون ومعلقه كبيره من الشمر. انا طبعا بحب احمصهم، حمصتهم كويس وبعد كده حطيتهم في المطحنه بتاعه الخلاط وهطحنهم كويس قوي. وبعد كده هبتدي انخلهم كده بالمصفى علشان اطلع اي شوائب فيهم. طبعا لو حابه تحطي اليانسون والشمر سلام مفيش اي مشكله، لكن انا حبيت اطحنهم علشان طبعا محدش يحس بطعمهم واحنا بناكل. معانا بقى كيلو دقيق يكون منخول كويس، هنحط عليه رشه بسيطه من الملح، هنحط عليه معلقتين كبار من النشا وده بيخلي العجينه معانا ناعمه كده وحلوه، معلقتين كبار من السمسم، هنحط طبعا معلقتين الشمر واليانسون، هنحط 3 معالق من السكر، هنحط معلقه كبيره ممسوحه من ريحه الكحك ودي بتدي ريحه رهيبه للمعجنات بتاعتنا النهارده، وهنحط ظرفين كاملين من الفانيليا وبرده دي بتدي ريحه حلوه جدا جدا للقرص بتاعتنا الطريه دي. عايزه اقول لكم لسه ما عجناش وريحه خطيره. معانا نص كيلو من السمنه السايحه، اي نوع سمنه تحبيه سيحيه على البوتاجاز وبعد كده انزلي بيه. هندلقه بمعلقه، نفضل نقلب 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 علشان العجينه هنا سخنه. قلب 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 قلب، بعد كده نبس كويس جدا لمده تتراوح من 5 ل 7 دقائق. بس كويس جدا علشان القرص معاكي او المنين او كعب الغزال زي ما بتسموه سموه يطلع معاكي طري. بعد كده هنركن العجينه على جنب ونجيب معانا كيس كامل من الخميره الفوريه. انا خلينا كيس كامل من الخميره الفوريه، معلقتين من السكر، كوبايه من اللبن تكون فتره، يعني ما تكونش سخنه قوي عشان ما تموتش الخميره وما تكونش ساقعه قوي عشان ما تشغلش الخميره، فتره كده، والمعلقتين السكر علشان يخلوا الخميره تتفاعل. هقلب قلب 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 واركنهم على بعض لحد ما على جنب لحد ما اتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله. في الوقت ده جبت طبعا حته عجوه كده حلوه، هرستها، حطيت عليها معلقتين من السمسم وسنه بسيطه من الزيت علشان يسهل عجنها. عجنتهم كويس جدا جدا وشكلتهم قوى واصابع وركنتهم. نيجي للعجينه بتاعتنا، دلقت عليها الخميره وحطيت معلقه ممسوحه من البيكنج باودر او الكيك شيف، معلقه ممسوحه صغيره كبيره، وابتديت طبعا الم العجينه بتاعتي. اخدت كوبايتين، حطيت كوبايه اللبن وحطيت كوبايه ميه، يعني حطي واحده لبن وحطي واحده ميه، حابه تحطيهم الاثنين ميه مفيش اي مشكله، لكن اللبن بيعزز الطعم وبيخلي ريحتها خطيره. عالم ربنا كانك قاعده كده. عايزه اقول لك انا اديتني احساس كاني قاعده كده عندي ستي في الشرقيه، يعني الله يرحمها، كانت بتعملها لنا، كانت ريحتها خطيره بتجيب اخر الدنيا. بعد ما بيخلصوا خبيز في الفرن البلدي، لو انتوا لسه حد منكم عارف الافران البلدي، فكانت تعملها لنا، كانت بتبقى جميله. انا طبعا عملت كيلو، لكن عايزه اقول لكم ندمت بصراحه اني ما عملتش كميه لان هي تحفه. بالف انا وشفا بعد ما خلصت، وطبعا ولادي وجوزي اكلوا نص الكميه، عملوا شاي وكلوا منه. بنعجن طبعا هما كوبايتين مظبوطين قوي، اول كوبايه وتاني كوبايه، تعجني لحد ما تلاقي العجينه في ايدك طريه وزي الملبل، بتلزق لكن بتسيب من الايد وطريه كده. بتاخدي كوره تختبريها، تعمليها كده قرصه، لو لقيتيها شققت من الجناب يبقى عايزه سنه ميه، لقيتيها مظبوطه خلاص نغطي عليها. على ما غسلت حاجتي رجعت شكلت، ببتدي اشكل، بجيب قطعه كده من العجينه، احنا مش بسيبها تخمر ولا اي حاجه خالص، بنشتغل على طول ونسوي على طول. في الوقت ده الفرن بتاعي قايل على اعلى درجه حراره، رف متوسط زي ما حضراتكم شايفين. ببطط العجينه وبحاول اساوي الاطراف، وبحط طبعا صوابع العجوه اللي انا حطاها. لو انتم مش بتحبوا العجوه تقدروا تحطوا ملبن، لو انتم مش بتحبوا الملبن تقدروا تعملوها ساده، طبعا اللي تحبوه اعملوه. وطبعا ابتديت اقطعها بورب كده كده، اقطعه طبعا الحجم اللي تحبوه، حابين طبعا المنين او كعب الغزال كبيره او صغيره دي انتم تقدروا تتحكموا فيها. بصوا خطيره، لازم بجد تعمليها لان هي حلوه قوي في البيت. تشيليها بقى في بوكس كده حلو محكم الغلق وبتسيبيها بره عادي خالص. جعتوا بالليل تعملي كوبايه شاي بلبن، الصبح عايزه تفطري كده فطار حلو تعملي كوبايه لبن او شاي بلبن وتفطري كده، بجد خطيره، حلوه حلوه قوي قوي في البيت. وطريقه تشكيلها سهله وطريقه عجنها بسيطه، لو مشينا على الخطوات كده هتطلع معاكم. وعايزه اقول لكم لو انت نفسك تعملي معجنات وبتخافي، لا ما تقلقيش، سمي كده بالله واتكلي على الله، وهاتي لك كيلو دقيق، مش هقول لك نص، لا كيلو،
علشان انا واثقه ان نسبه نجاحها 100%. بجد خطيره. تشكليها التشكيل اللي يعجبك. بصوا شكلنا شويه كعب غزال او منين، هنعمل شويه قرص بقى من بتوع زمان. بجيب كوره العجينه وتقدري تتحكمي في القرصه كبيره صغيره، طبعا ده يرجع لكل ذوق حد فينا. ببتدي طبعا افتح اجيبها كده كوره وافتحها كده واحط فيها قطعه العجوه او اي حشوه او ساده، وببتدي ابططها كده، والصواني مش مدهونه اي ماده دهنيه، يعني بقطع وبرص على طول. وبعد كده بجيب شوكه بقى ونبتدي نخرم القرص بتاعتنا كده اهي زي زمان بالظبط. عايزه اقول لكم عالم ربنا الريحه تحفه، انا لسه ما سويتش والريحه تحفه. ده كده اول صاج خرج. بصوا واخد لون حلو قمر، ما تدوسيش عليه في السوا علشان ما يتحرقش منك. اول ما بياخد لون كده من الارضيه بتخرجيه من الفرن على طول. وبس كده، ما اخدتش وقت، سهله وبسيطه وجميله وحلوه وفي الشتاء بقى رهيبه، بتدي دفء خطير. بصوا الصينيه دي قالوا لي لا خلصي وادينا علشان الريحه مش قادرين نقاومها يلا. فطبعا عملت لهم صينيه وعملت لهم شاي وبالف هنا وشفا. يعني عايزه اقول لكم قلت لهم ما انتوا بتتعشوا ازاي، لان انا عملت الحاجات دي كانت الصبح الساعه 8 امبارح. فعايزه اقول لكم رهيبه حلوه جدا جدا. ناديك بقى نازلين الصبح كده يوم اجازتهم، انا عاملاها يوم الاجازه يوم الجمعه، كانت خطيره حلوه جدا جدا جدا. جربوه ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، بس نمشي على المقادير. وعايزه اقول لكم انا علشان واثقه ان مقاديرها مظبوطه في مليون كده في الميه، ومش بشيل اي حاجه من المقادير اللي انا بقول عليها، انا كل حاجه بعملها بقول عليها. فعايزه اقول لكم لو عملتيها وما طلعتش معاكي ناجحه زي ما انا عملتها كده، الغي المتابعه. بس امانه عليكي لو طلعت ناجحه وحلوه وطعمها حلو وعجبك، اعملي شير للفيديو، ما تبخليش على كل الناس بالمعلومه، واعملي لايك، وما تنسيش تكتبي تعليق حلو منك وقولي لي لو جربتيها رايك فيها ايه. طبعا عملت شويه ساده لان انا عندي في البيت في ناس مش بيحبوا العجوه وفي ناس بيحبوا الملبن، لكن ما كانش عندي الملبن للاسف، فاضطريت اعمل شويه ساده. برده طعمها رهيب، عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا. بصوا كيلو دي اعمل كميه قد ايه؟ لو هتروحي تجيبي من الفرن، يعني انا سامعه ان الكيلو منه مش عارفه ب 100 جنيه. طيب وليه؟ ده انا ال 100 جنيه عملت بيها وليمه، وعايزه اقول لكم ما كلفنيش 100 جنيه كمان. شوفي كيس دي بكام، نص كيلو السمنه بكام، تقدري تعمليها ساده زي ما بقول لك، وتقدري تحشيها اي حشو. بصوا بقى تعالوا بقى نفتح كده كام واحده مع بعض ونشوف شكلها. رهيب، يعني كلمه رهيب دي كلمه قليله، والطعم يعني انتوا مش هتصدقوا كلامي غير لما تجربوا بنفسكم. يلا قومي اعمليها. مستنيه ايه؟ هاتي كيلو دقيق، مش هقول لك نص برضو، لا هاتي كيلو، لان انت فعلا هتعمليها وهتطلع معاكي باذن ربنا ان شاء الله ناجحه من اول مره. بصوا من جوه عامله ازاي، طبقات بجد خطيره مقرمشه. انت مش عارفه انت بتاكلي كحك ولا بتاكلي معمول ولا بتاكلي كعب الغزال. بصوا بقى القرصه، يعني بصوا يعني انتوا حاسين بالقطعه دي كده، تحسي كده انك لا انا باكل ايه، باكل معمول. انا جميل امبارح بتقول لي يا مامي مش عارفه باكل ايه، باكل معمول ولا باكل كحك، ولا بتقول لي حاجه حلوه طعمه خطير. وطبعا السكر تقدروا تقللوا فيه براحتكم، لكن ما تكتروش علشان السكر بيخلي العجينه سايحه. يعني زي ما انا حاطه كده تحطوا، لكن لو حابين تقللوا عادي، لكن ما نكترش. 3 معالق في العجينه ومعلقتين في الخميره بس، ما نكترش. لو هنقلل ماشي، عايزه تقللي في العجينه تحطي معلقه ونص، تحطي معلقه، تحطي معلقتين، مفيش مشكله، انما ما تكتريش علشان العجينه ما تسيحش منه. وبصوا بقى القرص دي خطيره. طبعا طولت عليكم، يا رب تكونوا قدرتوا تستفادوا مني النهارده ولو بمعلومه صغنونه قد كده. لو حسيتوا ان انتوا قدرتوا تستفادوا مني، اعملوا لايك للفيديو واعملوا شير كتير كتير كتير. ما تنسوش تكتبوا في التعليقات بتتابعوني، ما تنسوش زي ما بقول لكم تكتبوا في التعليقات بتتابعوني من انهي بلد، وجربوا الوصفه وقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو انتوا لسه جداد على قناتي على اليوتيوب نرمين سمير، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه علشان كل ما اعمل وصفه جديده يوصل لحضراتكم اشعار بيها. وباي باي.